أبراج الكويت صارت حديث الناس، ووجهت العراقيين والخليجيين اللي زاروا الكويت ببطولة خليج 26 مع المباريات والحماس. العراقيين كانوا يدورون على أماكن يتونسون بيها، وأكيد ياخذون صور تذكارية. آخر محطة إنه هنا نستكشف أبراج الكويت، نشوف الجو همينة ونشوف الناس الحلوة قبل ما نغادر إلى سيدني. والله كنا نتمنى إنه المنتخب يفوز، يعني إحنا جايين طيارة 16 ساعة بس على مود المنتخب العراقي، بس يلا ما يخالف، حظ أوفر، إحنا نحب المنتخب وشوفتهم هم حلوة، إن شاء الله نعوضها بالجايات. هاي الزيارة الأولى أنا والدتي دائما كانت تحكي بالكويت ووالدي، فما توقعت بيوم من الأيام إنه راح نرجع وندخل ونشوفها. إحنا كأعمارنا مو مثل أعمارهم، ما سامعين الحكي القديم إنه الكويت حلوة والكويت أهلها وناسها. كلش تونسنا، شعب كلش حباب وطيب وكأنما عراقيين، لأن يعني عندهم عادات وتقاليد مثلنا. الأبراج افتريت لأنه والدي كل ساعة يتصل بي قال لي بابا روحي للأبراج، هو عنده صورة قديمة إنه هو واقف يم الأبراج، هسه مخابرته فيديو كول، فقال لي بابا روحي، يعني كان يتمنى انه هو يجي. الكويت مأثرة بالكبار يعني كلش. ترينا رحنا الفينيو، رحنا السالمية، ان شاء الله اليوم نروح سوق المباركية. جينا الابراج لان هي معلم من معالم الكويت، ودائما نشوفها احنا على السوشيال ميديا على الاعلام، وحبينا نزورها نشوف يعني شنو معلمها، شو تمثل. هاي جيتنا. احنا من جينا على مود الخليجي اللعبه، يعني كنا فرصه انه نكتشف الكويت، وشفنا انه واحده من معالم الكويت هي الابراج، فبصراحه احنا يعني ما عندنا اي فكره عنها. جينا اليوم زرناها، اخذنا صور، صعدنا بها فوق، وسالنا يعني شرحوا لنا اللي موجودين هنا شنو، ايش تعبر عن شنو الابراج، عن تاريخ بنائها. يعني صار لنا 4 أيام ما بقينا مكان ما رحنا له كلها، وشفنا كرم الشعب وكرم الدولة واعتناء الدولة بمواطنيها. المعلم الأساسي دائما لما تحضر الكويت، ودائما لما تشوف صور الكويت، ودائما لما يكون أي شيء في معلم يخص الكويت دائما تشوف الأبراج دائما تكون حاضرة، وهي دائما بالصورة، بالإضافة إلى الأسواق، بالإضافة إلى الأماكن التاريخية التراثية اللي دائما تتميز فيها الكويت. فالأبراج هي يعني وسيلة جدا رائعة أن الواحد تكون يصور معها ذكرى، ويكون معه يعني ياخذ ولو لفة بسيطة داخل أبراج الكويت أو من حواليها يعني.